اليوم قصتنا عن مغنية عراقية يهودية اسمها سليمة مراد. سليمة انولدت بسنة 1901 مو بسنة 1905 مثل ما كانوا يقولون. انولدت بمنطقة اسمها طاطران، واللي كانت معروفة انه اغلب سكانها من الموسيقيين. كانت عائلتها فقيرة، وسليمة كانت الطفلة الثالثة من بين 4 بنات، وهم رجينيا ومسعودة وروزة. الخوات الأربعة كانت لهم أحلام فنية، بس للأسف ما قدروا يحققوها. مسعودة تزوجت وابتعدت عن عائلتها واستقرت بحياتها، ويقولون انه هي هاجرت بعدين وراحت لإسرائيل. هسه نجي للأخت الثانية اللي هي رجينيا، وهاي كانت سالفتها سالفة. رجينيا كانت أذكى خواتها، فمن شافت طريق الفن مسدود قدامها حطت عينها على رجال غني مسلم كان اسمه محمد البامبيني، وتزوجته وخلفت منه طفلين هم نجية وناجي، وبعدين صارت معروفة باسم ناجي. طبعا بعد فترة طلقت من زوجها وسكنت ببيت بشارع الرشيد وبدأت تشتغل بيه، فصار بيتها مفتوح للراقصات والسكر والقمار. كانوا السياسيين والأغنياء يلتقون ببيت رجينيا يشربون ويلعبون قمار. بدأت رجينيا تروح للمسارح بشارع رشيد حتى تختار راقصات شابات وتجيبهن ويشتغلن وياها ببيتها. طول فترة العشرينات من القرن العشرين كانوا سليمة وروزة يساعدوها بإدارة البيت، وصارت غنية لدرجة اشترت مثل سيارة الملك غازي ملك العراق بذاك الوقت، بحيث الناس كانوا يخلطون بين موكبها وموكب الملك، ويقولون رئيس الوزراء نور سعيد اداين منها فلوس حتى يبني بيته. كانت الوزارات تتشكل ببيته والصفقات تنعقد به، وعلى قد ما كان عنده نفوذ كان لقبها الباشا. بعدين بنت قصر بشارع العسكري على نهر دجلة، بس ما سكنت بيه لأن زوجها الثاني عبد الكريم قتلها، ضربها طلقة وانتحر وراها، والأسباب بقت مجهولة وغامضة. هسه نجي على سليمة البنية الثالثة اللي رجعت لنقطة الصفر ورا من قتلة أختها، وبدت فترة الثلاثينات تغني بالأعراس وأعياد الميلاد والملاهي، إلى أن تعرفت على شاعر يهودي اسمه صالح الكويتي اللي كتب لها أغاني كانت سبب شهرتها، ولحنها عبد الكريم العلاف، مثل أغنية على شواطئ دجلة وخدرة شاي خدري. فصارت مطلوبة بأشهر الملاهي مثل ملهى الهلال، وحاولت تنسى تاريخ أختها رجينيا وتمحي من حياتها. على شواطئ دجلة مر يا منيتي. سليمة عاشت قصة حب غريبة وهي شخص يهودي من أغنى أغنياء بغداد اسمه حياوي ياهو روبين، كان أصغر منها ب4 سنوات، وأجر لها شقة عاشوا بيها سوية. كان موضوع السكن بدون زواج أو اللي نسميه حاليا المساكنة كان موضوع منتشر، وحياوي كان أول صدمة عاطفية سليمة. من عرفت حياوي بعلاقتهم خافت حياوي يتزوج سليمة، فراحت عليه وهددته إذا ما ترك سليمة وتزوج البنية اللي اختارتها هي راح تتبرى منه وتحرمه من الورث. طبعا اختارت بنية من عائلة عندها نفوذ وسلطة وكانوا من أغنياء العراق. حياوي ترك سليمة وراح ويا أمه بدون ما يترك أي رسالة أو توضيح السليمة، بس أمه ما كفاها هذا كله. سامعين بكيد النسوان؟ كملوا باقي القصة حتى تعرفون. حياوي خطبت له بنية من عائلة يهودية عراقية غنية، هي عائلة حنانية، وتزوج حياوي نظيمة حنانية. أمه سوت عرس كبير حضر سياسيين كبار وشخصيات عامة وباشوات معروفين بهذاك الوقت، وحتى تهين سليمة دزت عليها حتى تغني بالعرس. ما توقعت تجي سليمة، بس المفاجأة كانت سليمة اجتي وغنت بالعرس، وكانت محضرة مفاجأة لأهل العريس، وغيرت من كلمات الأغاني حتى تصير بيها إهانة لأهل العريس. المعازيم قاموا يضحكون وانقلب العرس إلى مهزلة، وسليمة واقفة مبتسمة وتغني. بهالموقف حياة تسكت؟ أكيد لا، قامت تكيت على سليمة 20 دينار، وكان بوقتها مبلغ كلش كبير ممكن تشتري بيه بيت. هنا سليمة سكتت شوية وكانت تحضر للضربة القاضية، فغنت أغنية مسويتها مخصوص للعريس، وهي أغنية سودة علي ما أخذت حياوي، كنوع من الاستهزاء بابن أمه، وتحول العرس إلى حفلة كوميدية. يقول ابن حياوي الصغير بسنة 1966 التقت سليمة بأبو حياوي من كانت تغني بنادي كربوليس، وشافت ابنه وياه فقالت هذا ابننا مو، وضحكت. نرجع سنة 1935 اشتهرت سليمة وصارت معروفة أكثر من أي مطربة، وصارت ملكة على عرش الأغنية العراقية، ويقولون كان صوتها إلى 15 طبقة، يعني أكثر من الصوت العادي مرتين. كلثوم همينة كانت بعدها ببداياتها، وجدتي حتى تغني بملهى الهلال ببغداد، وعجبتها أغنية سليمة اسمها قلبك صخر جلمود،
واخذتها وسجلتها على اسطوانة. تعتبر سليمة أول مطربة عراقية تصعد طيارة وتسافر لباريس وبرلين وتسوي حفلات على المسارح هناك وتسجل اسطوانات لأغانيها. وبسنة 1936 دخلت الإذاعة وبدأت أغانيها تلقى شعبية كبيرة لدرجة نوري سعيد انطاها لقب باشا، فقاموا يسموها سليمة باشا مراد. بس بعدين قالت هذا لقب شرفي، سموها به الجمهور مو رتبة رسمية. بعدها بالأربعينات لغوا الألقاب العثمانية فرجع اسمها سليمة مراد. سليمة ما تزوجت مع أنه أكو هواية معجبين بيه من بشوات ورجال دولة كانوا ينطوها هدايا، بس هي كانت ترفض. بيوم من الأيام سنة 1952 كانت سليمة تغني بمناسبة بواحد من البيوت، وهناك التقت بمطرب شاب كان عمره بالثلاثينات وحبتها من النظرة الأولى، وهو هم كان يغني ويباوع حتى يجذبها. هذا الشاب كان ناظم الغزالي. منو هو ناظم الغزالي؟ عيرتني بالشيب وهو وقار ليتها عيرت بماه. ناظم انولد بسنة 1921 بمنطقة الحيدر خان. أبوه توفى وهو صغير وأمه كانت ضريرة وكانت حالتهم صعبة. ورا وفاة أمه تكفل به أقاربه وكان يشتغل أي شغلة يلقاها إلى أن التحق بمعهد الفنون الجميلة. بس ناظم ما كان مهتم بالدراسة لأن ما كان عنده فلوس يصرف بيها على نفسه، فما بالكم بمصاريف المعهد. كان يحلم يصير ممثل بالبداية مو مغني، وبعدها تعرف على عميد المسرح العراقي حق الشبلي فنطاه أدوار مسرحيات، وبعدها التحق بفرق غنائية غير معروفة واستمر يتنقل بين التمثيل والغناء إلى حد نهاية الأربعينات، وظل مطرب ما معروف إلى أن الحظ خلاه يلتقي بسليمة مطربة العراق الأولى بذاك الوقت. ورا لقائهم الأول بسنة أعلنوا زواجهم اللي رفض من الشارع العراقي وجمهور سليمة، لأن ناظم بعمر ابن سليمة، بالإضافة هو مطرب ما معروف ما يجي لمستوى سليمة. والأعجب ناظم كان على علاقة بمطربة شابة اسمها أحلام وهبي بذاك الوقت، وكل الناس كانت تعرف بعلاقتهم وكانوا ناويين يتزوجون، فشلون يتركها بهاي السرعة وتزوج وحدة من عمر أمه. الحقيقة ناظم ما كان يحب سليمة أبد، بس هو لقى الفرصة الذهبية للشهرة لأن سليمة كانت على علاقة بشخصيات كبار بالدولة وملحنين وشعراء مشهورين، غنى بأهم الحفلات والمسارح، فخلال سنة صار ناظم أشهر مطرب بالعراق. أما سليمة ليش تزوجته؟ مرة قالت بمقابلة بوحدة من المجلات إنه هي كبرت بالعمر وكانت بعمر 51 سنة وما ظل إلها واهس بالحياة والغناء والطرب، فأرجع لها ناظم كل هذا بحياتها، قصة الحب اللي كانت بينهم، وكان عندها استعداد تسوي أي شيء حتى تبقى وياه، بس هو كان بفلوس سليمة وإدارته. ورا كم سنة انقلب الحال وصار ناظم الغزالي هو مطرب العراق الأول وطفى نجم سليمة، حتى من كانوا يروحون الحفلات كانوا المعجبات يتجمعن حوالين ناظم وما حد يلتفت على سليمة. بس هل هي قبلت هذا الشيء؟ مشت الحياة بين سليمة وناظم قدام الناس، اثنين متزوجين وناجحين وسعيدين بحياتهم وبشغلهم، بس هل هي هاي الحقيقة؟ ورا 10 سنين من الزواج قل الشهرة سليمة بعد ما صار عمرها ب60، وقالت الشهرة أهلا للفنان الشاب ناظم المطرب والممثل. وكثرت العروض السينمائية والحفلات وتسجيل الاسطوانات والمعجبات حوالين ناظم، وزادت خيانته سليمة حتى انه واحد من اصدقائهم قال ناظم كان يخجل يقدم سليمة على هي زوجته قدام المعجبين الشباب اللي ما لحقوا على زمانه، دائما كان يهين بيها قدام الضيوف ويعيرها بعمرها وماضيها. كان يقول لاصدقائه انه هو يضربها من قهره لان يشوف قدامه مريه كبيره بالعمر وشكلها ما حلو فيتنرفز ويبدي يضربها. بس لكل قصه نهايه، ونهايه قصه ناظم ويا سليمه كانت بسنه 1963. ناظم وسليمه راحوا لاوروبا يقيم حفلات هناك ورجعوا لبيروت لان ناظم كان رايح يمثل ويغني بفيلم اسمه يا سلام يا حب بطوله نجاح سلام، واستلم جائزه مهرجان الاغنيه العربيه، وتعاقد ويا شركة الإنتاج على سلسلة أفلام وشرطة إنتاج اسطوانات، وكان متفق ويا الموسيقار محمد عبد الوهاب على تلحين أغنية إله، بما أنه هو هسه مطرب العراق الشاب اللي عمره 42 سنة. فجأة ناظم رجع لبغداد من سفره بسيارته وكان وياه مدير أعماله، وبقت سليمة ببيروت. شنو هو السبب وشنو اللي صار فجأة؟ وصلنا اليوم 21/10/1963 يوم الاثنين الساعة 8 الصبح اللي هو ثاني يوم من وصول ناظم لبغداد. قعد الصبح وطلب من الخدامة جلاس مي وطب للحمام يزين لحيته، شرب شوية من الجلاس ووقع ناظم على القاع وهو بحالة شلل غريبة وعيونه مفتوحات لا يقدر يحكي ولا يصيح حتى يسمعه أحد. بس الخدامة وروزة أخت سليمة كانوا موجودين بالبيت وسمعوا صوت وقعته
فراحوا للحمام ولقوه على هاي الحالة. شالوه لشربايته واتصلوا بطبيب كان صديق للعائلة اسمه ألبير حكيم. الطبيب لقى ناظم بحالة شلل كامل، بس قلبه وضغطه بحالة جيدة، وحاول يعالجه بس ما قدر. فاتصل على الدكتور شوكة الدهان وهو دكتور قلبية. اجى الدكتور وساعة 3 العصر اعلن وفاة ناظم الغزالي. السؤال هنا، ليش ما نقلوه للمستشفى؟ ليش انتظر الدكتور ألبير كل هذا الوقت من 8 الصبح ل 3 العصر إلى أن دكتور القلبية أعلن وفاته؟ الغريب بالموضوع إنهم نظفوا البيت وغسلوا كوب المي الشرب منه ناظم، لأنهم ما اعتبروا الموضوع جريمة بالبداية. شرحوا الجثة بس عتموا على تقرير الطب الشرعي. سووا جنازة كبيرة حضرها شخصيات مهمة بالعراق، وانسدت الإذاعة ما عدا تلاوة القرآن، وهذا الشيء أول مرة يصير وهي شخصية فنية. نجي للشيء الأغرب، سليمة ما جت من بيروت لحد اليوم الثالث، وتلقتها روزة أختها على باب البيت وقالت لها إنه ناظم متوفى. فتفاجأت بموته وقامت تبكي وتلطم على خدها. فشلون ما عرفت بموته وكل الإذاعات ذاعوا خبر وفاته؟ ليش ما اتصل أحد من الأصدقاء بيها وبلغها من كانت بالفندق ببيروت؟ وليش ما بلغها أحد من الموجودين وياها ببيروت؟ وهاي علامات استفهام تدور حواليها. بوقتها سوت فاتحة كبيرة استمرت 3 أيام، حضرها هواي شخصيات فنية وسياسية. سليمة كانت حالتها غريبة، مرة تبكي ومرة تعيط ومرة تضحك، حتى قالوا عنها تخبلت، بس كلهم سمعوها تقول حكاية وحدة، الشغلة كلها من وراي. شنو الشيء اللي سوته سليمة وكان هو السبب بوفاة ناظم أو قتله؟ كان اكو غموض بوفاة ناظم الغزالي، واعتبروا وفاته طبيعية، واختفى تقرير الطبيب الشرعي من جهات عليا ببغداد. وبنفس الوقت حققوا ويا سليمة مراد الاشتباه انه هي قتلته او سممته مثل ما قالوا، وبالمقابل كانت تدافع عن نفسها بالمقابلات الصحفية وتقول ما قتلت ناظم. شنو هاي الازدواجية؟ يعني ما كان اكو جريمة قتل ومع هذا اكو تحقيق واتهموا اشخاص بقتل شخص المفروض وفاته طبيعية. اكو نظريات طلعت بوقتها وكان منها سليمة سممت ناظم عن طريق الخدامة واختها روزة، وهي بقت ببيروت حتى تبعد الشبهة عنها، وعلى اساس تعاركوا ببيروت وطلقها شفهيا. والسبب ناظم كان عنده علاقة بفنانة لبنانية وكان ناوي يتزوجها حتى يصير عنده أطفال، وحس بالملل من سليمة اللي عمرها 60. وهاي الفنانة هي جاكلين اللي سوى وياها استعراض بالفيلم. ناس قالوا سليمة عندها أخت صغيرة اسمها سعدة انولدت ورا خواتها ال4 وكانت عايشة وياهم بالبيت. وقبل سفرهم اكتشفت سليمة خيانة ناظم وأختها، وهاي الأخت اختفت تماما من البيت ومن بغداد كلها. وبكل الأحوال كانت صعبة على سليمة تعوف ناظم ورا ما سوته نجم معروف، وكان مؤلم إلها وهي سليمة باشا يتزوج عليه. النظرية الثانية تقول كان ناظم موالي لهتلر بوقت الحرب ويكره اليهود فاختالوه، بس هاي النظرية ضعيفة لأن الحرب خلصت من 20 سنة. النظرية الثالثة هي ناظم كان أكبر موالي لعبد الكريم قاسم اللي اختالوه قبل ناظم ب4 أشهر، وكان عنده أغنية يأيد عبد الكريم فتخلصوا منه الحرس القومي وعبد السلام عارف. نظرية رابعة تقول بسبب أغنية سمراء من قوم عيسى اللي أزعجت المجتمع المسيحي فتخلصت منه عائلات مسيحية. وفاة ناظم بقى سر إلى حد هذا اليوم. أما سليمة فاعتكفت فترة وبعدها رجعت وسجلت أغانيها وصورتها للتلفزيون بداية السبعينات، وبنص السبعينات توفت وكان عمرها 72 سنة ودفنوها بقبر بصف قبر ناظم. بس إلى أن توفت كانت كل تصريحاتها انه هي ما قتلت ناظم، وكانت تقول معقولة اقتل طفلي المدلل؟ انا حطيت له سم، هذا اللي قالوه عني حتى ياخذون ورث ناظم بالفن والاملاك. يا ريت لو جايين بدون هاي الاشاعات القذرة كان نطيتهم كل شيء تركه ناظم وكل شيء املكه، لان انا زاهدة بالفلوس والاملاك وحتى زاهدة بالدنيا كلها. ولهنا خلصت قصتنا. شنو تتوقعون؟ هل هي فعلا قتلت ناظم او هو مجرد حادث؟ لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، ونقول لكم دمتم في امان الله والى لقاء قريب.